صباح او مساء الورد على حسب وصول الفيديو ليك. اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه اي تو زد شريف ندى، برنامج لقطات ذهبيه من التاريخ الاسلامي. النهارده هنتكلم عن غزوه بني قينقاع. غزوه بني قينقاع دي كانت ظهرت بعد غزوه بدر. كان المسلمين خلاص بقى ليهم وضع، بقى ليهم هيبه، العرب كلهم عرفوا يعني ايه مسلمين، عرفوا ان احنا علمنا على قريش وخلاص بقى لينا الابر هاند. بس المدينة كان فيها برضو أسواق لليهود وأسواق للمشركين وأسماء المسلمين، وعلى حسب بقى أنت عايز تتعامل مع مين وبشرع الإسلام طبعا. في يوم من الأيام في أحد أسواق اليهود كان فيه امرأة مسلمة بتتجول عادي وبتشتري حاجات من أسواق اليهود. فجي واحد يهودي قرر ان هو يعكسها او يضايقها وبدأ يرخم عليها وبدأ يعلي صوته عليها، في حين ان هو بدأ يتطاول عليها، في حين ان كان معروف ان في قوانين بتمنع الكلام ده كله لان الرسول هو اللي كان حطها بنفسه. واحده بواحده المرأة بدأت تزعق له اللي هو ابعد، انت بتتكلم كده ليه، مش عارف ايه، وهو بدأ يبعد شويه بس ما سكتش. عمل ايه؟ جه وهي المرأة قاعدة كده راح جاي بدبوس شبك ديل العباية بتاعتها بالأشر بتاعها من فوق أو الطرحة بتاعتها من فوق، بحيث إنها أول ما تقوم تنكشف جسمها. وبالفعل أول ما قامت المرأة المسلمة انكشف رجليها من ورا. مين بقى اللي شاف الكلام ده؟ واحد من الصحابة. انفعل عليه، بدأت خناقة يمين شمال، قتل المسلم اليهودي. جماعة اليهود هيسكتوا؟ لا طبعا، اتلموا جماعة اليهود على المسلم وقتلوه. هنا حصلت مشكلة كبيرة جدا ما بين اليهود والمسلمين، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قرر ان هو لازم يفرض سيطرته وحرك جيش كامل ناحية اليهود. اليهود كعادتهم اتخندقوا في الحصن بتاعهم اللي هو كان حصن قينقاع. زحف جيش المسلمين، سيدنا النبي طلع الجيش كامل علشان مرأة مسلمة وراجل مسلم اتقتل. حرك جيش كامل وراح حاصر حصن قينقاع نفسه، وبدأ اللي هو ايه، انا مش هسيبكم يوم 2 3 الا لما اطلع منكم حق الراجل المسلم اللي اتقتل. ظهر هنا مين بقى؟ رأس المنافقين، عبد الله بني أبي بني سلول. ده كان معروف ان هو رأس المنافقين في المدينة، وهيتعرف بعد كده قدامه هو ليه رأس المنافقين. وصل للنبي عليه الصلاة والسلام وحتى ان هو مسكه بقوة قال له خلي الي موالي. ليه؟ لان عبد الله بن ابي بن سلول كان هو زي ما تقول عايز يبقى الزعيم بتاع المدينة، لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام هاجر للمدينة طبعا لغى زعامته لغى امارته، بقى النبي عليه الصلاة والسلام هو الحاكم الفعلي للمدينة. لكن النبي عليه الصلاه والسلام لو كان اختلف معاه او ان هو بدا يشد معاه كان هيعمل فتنه كبيره، هو مش وقتها دلوقتي، احنا لسه خارجين من غزوه بدر ولسه بنبدا نفرض سيطرتنا. لكن النبي عليه الصلاه والسلام قال له خلاص ماشي، انا هخلي ليك مواليك زي ما انت عايز، لكن هنطرد اليهود كلهم من المدينه المنوره في الحته دي اللي هم يهود قينقاع. لسه في يهود خبير وهم كان اليهود كانوا 3، فهيطرد يهود قينقاع من المدينه المنوره وهياخدوا الغنائم بتاعتهم والسبايا بتاعتهم، وهنبدا نتكلم معاهم تاني، والرسول عليه الصلاه والسلام بيخزنها لغزوه خبير اللي هنبدا نتكلم عليها بعدين. وبالفعل طرد اليهود بتوع بنو قينقاع من المدينه المنوره. المسلمين زمان كلهم اتحركوا وجيش كامل اتحرك علشان امراه واحده مسلمه اتكشفت وراجل مسلم اتقتل. ايه بقى اللي بيحصل في غزة اليومين دول؟ ملايين والاف من المسلمين بيموتوا، الاف من النسوة المسلمين بيتعروا، مفيش ساكن بيتحرك مننا. طب احنا في ايدينا ايه نعمله؟ نقوم نعمل ثورة ولازم نروح نقتل معاهم؟ لا، احنا هنكتفي دلوقتي لان احنا قلالات الحيلة مش قادرين نعملها، بالمقاطعة بالمشاركة بالدعاء وبس. ده اللي هنقدر نعمله لان احنا مش قادرين نقدر نعمل اي حاجه تانية اليوم. وان شاء الله في الحلقه الجايه انا هبدا اتكلم عن الوطن العربي، الحلم العربي اللي احنا بنحلمه وايه ده احنا نقدر نعمله لليهود والغزه في الفتره الجايه. وبس كده يا سيدي. وفي اخر الحلقه لو الفيديو عجبكم انتوا عارفين هتعملوا ايه، ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، ولو ما اشتركتوش في القناه انزلوا اشتركوا في القناه
تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت وتستنوا الحلقات الجايه. بص على المصادر وبس كده يا سيدي.